ازيكم يا جماعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شايفين الخياره اللي انا حطيتها لكم قدام الشاشه دي؟ شايفين الدايره؟ شايفين الخطوط البني اللي نازله منها دي او الخطوط الصفراء؟ شفتوها؟ خلاص مالناش دعوه بيها بقى. شيلوا الفيديو ده خالص وشيلوا الصوره، وتعالوا اقول لكم بقى على اللي انا عايز اقول لكم عليه النهارده. اهلا بيكم، انا الشيف احمد محمود ودي قناتي وصف سهله مع احمد. لو انت اول مره تشوفني اعمل اشتراك في القناه. النهارده جاي اكلمكم عن حاجه مهمه جدا. بما ان الشتاء داخل هجم علينا وداخل بشكل مرعب، ففي ناس كتيره قوي بتنسى تشرب ميه. في ناس ممكن تعدي بالايام ممكن ما تشربش ميه يوم ويومين. طب ايه اللي بيحصل بقى لما احنا ما بنشربش ميه؟ مش هقول لك ان احنا الشعر والضوافر وصحه الشعر والضوافر والجلد والكلام ده كله. الكلام ده بتاع البيوتي سنتر مش هنتكلم عليه النهارده. انا جاي اكلمك عن سببين، او يعني حاجتين مهمين جدا بيحصلوا بسبب قله شرب الميه. اول حاجه حصوات الكلى. هيجي لك حاجه اسمها حصوات كلى، وحصوات الكلى دي او مغص الكلوي يعتبر، يا ربنا يعافينا ويعافيكم، يعتبر تاني او تالت وجع. يعني اكبر وجع في الدنيا بعد الم الولاده هو الم الحرق الحي. ربنا يعافينا. والناس طبعا اللي مجربه المغص الكلوي يا ريت تكتب لنا تحت في الكومنتات هو عامل ازاي. انا مش هتكلم عنه. تاني حاجه بقى، ودي المشكله الكبيره، لزوجة الدم. ان الدم بيحصل فيه نسبه الميه بتقل، فبيحصل لزوجه كبيره قوي في الدم، وبسبب كده بيحصل الموت الفجأة اللي هو الجلطات. تلاقي واحد كده بيصحوه من النوم الصبح يلاقوه ميت. مات بايه؟ مات بجلطه. الجلطه دي اتكونت من ايه؟ بسبب قله شرب الميه، بسبب ان هو اهمل شرب الميه اكتر من فتره، فحصل لزوجه في الدم فحصل جلطات. الجلطه دي ممكن تاثر على مراكز حساسه في المخ، مراكز الحركه، مراكز النطق، لا قدر الله تيجي في القلب، لا قدر الله ممكن تيجي في الرجل. فليه احنا نشرب ميه ونحافظ على شرب الميه ونتاكد ان احنا بناخد كفايتنا من الميه كل يوم. شايفين الخياره بتاعت اول الفيديو دي؟ ممكن تبقوا تاكلوا منها زي ما انتوا عايزين، لانها بتحتوي على الياف وبتحتوي على نسبه ميه عاليه جدا، فممكن تفيدكم في الموضوع ده. اتمنى ان شاء الله كده ليكم كل الصحه والعافيه، واتمنى برضو ان انتوا تعملوا اشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان كل الفيديوهات اللي احنا بنعملها توصل لكم. مع السلامه.